بصور كان في ناس نشر غسيل ورايا، هي دي طريقتهم في نشر الغسيل. وبعد كده الغسيل ده اختفى. هنا بقى بعد ما الغسيل ده اختفى الولد ظهرت في رجله. انا من ساعتها غصب عني مش قادره امسك دموعي، رغم ان ترددت كتير جدا قبل ما اعمل الفيديو دوت، بس اللي وصلت له حسم الامر وخلاني ما نمشي قبل ما اعمله بعد ما وصلت للحقيقه دي. طبعا كلكم شفتوا امبارح اللي عملته في قريه نائيه، وعملت فيه اطعام للاطفال الصغننين اللي هناك من العقائق اللي انا كنت بعملها والصدقات، وكان خروف اخدته ورحت عملته لهم. واعتقد كلكم شفتوا الفيديو، كلكم اثنتوا عليه، كلكم عجبكم قوي الاجواء وحاله الفرحه والرضا اللي كانت الاطفال عليها لما جبت لكم اخدت بالي ان في تعليقات اتكررت كتيره جدا عن الطفل اللي ظهر قدامكم ده اللي كان لابس فرد الجزمه واحده. تعليقات كانت كوميديه وانا ضحكت معاهم، بس والله من جوايا كنت ببكي لحد ما ظهر قدامي التعليق ده. تعليق محترم وراقي وكل حاجه، بس في نصيحه في غير محلها، والتعليق ده كان هو السبب ان انا اطلع اعمل الفيديو دوت، وهو السبب في ان انا اكتشف الواقع المر اللي اكتشفته في الفيديو ده. والتعليق ده خلاني ارجع للفيديوهات الاصليه اللي كانت موجوده لازالت على التليفون، والحمد لله انا ما مسحتهاش، وابتديت ادور على الولد دوت واشوف هو قلع فرده الجزمه امتى او وقعت منه امتى. واكتشفت بقى والله يا جماعه واقع انا من ساعتها غصب عني مش قادره امسك دموعي. اولا اكتشفت ان الولد في اول الفيديو وفي اكتر من لقطه ما كانش لابس اصلا اي جزمه في رجله خالص، وانا واثقه ان الولد ده ما سابنيش طول النهار لان كان طول الوقت عيني عليه ومتابعاه لانه كان خاطف قلبي والله. وبعد كده اكتشفت في الفيديو برضو لما رجعت الفيديوهات ان دي ما كانتش جزمه ولا حاجه، وان دي كانت فرده شراب. طب جت منين فرده الشراب دي؟ لو اخدتوا بالكم هتلاقوا في الخلفيه كده وانا بصور كان في ناس نشر غسيل ورايا، هي دي طريقتهم في نشر الغسيل. وبعد كده الغسيل ده اختفى. هنا بقى بعد ما الغسيل ده اختفى الولد ظهرت في رجله فرده الشراب دي، فانا اخدت بالي ان غالبا حد نسي فردة شراب او رماها لانها كانت مقطوعه، وما اعتقدش ان الناس دي ممكن ترمي حاجه، ممكن تكون وقعت من حد. فهو يا حبيب قلبي من فرحته بفردة الشراب المقطوعه دي لبسها. فيا صاحبه التعليق اللي عارفه ان انت فعلا بتتابعيني من زمان وقلت التعليق ده حبا فيا وفي الناس اللي هناك، التعليق مش في محله خالص. فرحه الطفل في حاجه زي كده وفي موقف زي ده ما ينفعش ان انا اكسرها واقول له حاجه زي كده. وعايزه اقول لك في الوقت ده هو مش هيقبل مني اي نصيحه لان هو مش هيفهم يا حبيبي، مش هيفهم، هو فرحان، ما اقدرش اكسر فرحته واقول له لا اقلعها، دي بالنسبه له يعني كانه حلمه حققه. ما ينفعش بقى في اللحظه دي اكسر فرحته وحلمه واقول له الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك يا تلبس الاثنين يا تقلع الاثنين. الواجب عليا اقول له ان الرسول صلى الله عليه وسلم اوصاني ان انا لما اشوفك محتاج اساعدك، ان انا لما اشوفك جعان اطعمك لان انت محتاج. مش هقول له بقى ان الرسول الانسانيه بيقول لك لا اكسر فرحتك وما تعملش ده عشان ده مش مستحب. والله النصيحه مش في محلها ابدا، لان طفل زي ده وفي الاوضاع القاتمه دي لازم يعرف عن الرسول كل حاجه حلوه وكل حاجه تبين له ان قد ايه ديننا سامح وقد ايه ان الرسول ده رسول الانسانيه صلى الله عليه وسلم. فما اعتقدش ان النصيحه دي كانت هتبقى مفيده في التوقيت دوت وفي الوضع ده ومع الولد ده. اتمنى تكون الرساله وصلت، واتمنى صاحبه التعليق ما تكونش زعلت، يمكن بسببك انا قدرت اوصل للطفل ده وهروح له تاني واخد له حاجه تفرحه، لان فعلا الولد ده انا لقيتني من غير ما احس قلبي متعلق بيه ومخدتش بالي ان هيكون له قصه معايا. ربنا يا رب يصلح لهم حالهم ويتقبل مننا صالح الاعمال. بهجة في الروح فاضت وسلام